السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، ويجعله شهر مبارك علينا جميعا يا رب الطاعه دايما. النهارده معانا لفه الجلاش الحلوه دي، عايزين نعمل بيها حاجه حلوه، يعني صينيه بقلاوه، صينيه جلاش حلو، بس عشان احنا في رمضان بنبقى عايزين نعمل حاجه في السريع كده وما تاخدش وقت، وكمان لو حد طبق علينا فجاه نعمل ايه، وحاجه بسرعه طعمها حلو ولذيذ. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. كل اللي انا محتاجاه لفه الجلاش الحلوه دي عباره عن لفه جلاش، وهي عباره عن نص كيلو، وعايزاه كوبايه من السمنه بس كده، تمام كده، طبعا غير الشربات بتاعنا. طيب ادي معايا لفه الجلاش بتاعتي اهي. عندك اي حشوه عايزه تعمليها تمام. ادي معايا لفه الجلاش بتاعتي اهي. نبدا نفردها ونبدا نقسمها كده، ناخد كل ورقتين مع بعض. تمام، هتاخدي ورقتين ورقتين وتبداي تقفليها. والمره دي بقى هنعمل ايه؟ هنسهل على نفسنا خالص، ما فيش توريق، احنا هنحشي. طب عايزه تحشيه تمام، ما عندكيش حشوه ومش هتحشيه وهتعمليه ساعه ساده تمام، طب هتعمليه بمحشي مكسرات تمام، محشي كنافه تمام، اي حاجه عندك ان شاء الله، حتى لو عايزه تحشيه جبنه برده ماشي تمام كده. هنبدا ناخد ورقتين ورقتين، يلا بينا. ادي ورقتين. انا حطيت كنافه نيه، دي الحشوه بتاعتي. عندي كنافه نيه بتبقى طعمها حلو قوي في الحشو، ممكن نحط كنافه ومعاها شويه مكسرات، شويه سوداني، شويه زبيب، الموجود عندك والمتوفر بتبقى حلوه قوي. اوعي مثلا تفكري ان انت تقولي مثلا اعملها بالسمنه احمرها قبل ما احطها، لا، النتيجه ما بتبقاش حلوه خالص، بيبقى طعمها اللي هو مستوي مع مستوي بتبقى اللي هو تقيله، لكن كده بتبقى طعمها حلو جدا. والمره دي احنا مش هنورق ولا هنعمل اي حاجه من الحاجات دي، اللي هو الصينيه دي في منتهى البساطه وبتبقى لذيذه جدا. هنبدا نلف الجلاش بتاعنا بالشكل ده تمام كده اهو، ورقتين ورقتين، ونبدا نحشيها بالكنافه، الكنافه النيه تمام كده. يلا بينا نعمل بقى باقي لفه الكلاش بنفس الطريقه، يلا بينا. ودلوقتي شايفين معايا انا عملت ايه؟ انا رليتهم كلهم، اللي هو نلفهم بالشكل ده، اللي هو حشيناهم او ما حشيناهمش ساده او فيهم مكسرات زي ما احنا اتفقنا كده بالشكل ده. ودلوقتي هنبدا ان احنا نقطع الجلاش بتاعنا بالمقاس اللي احنا حابينه، يعني عايزه تصغري عايزه تكبري زي ما انت عايزه، يلا بينا. نبدا ان احنا نقطعه بالشكل ده، اللي هو كله مقاسات واحده. ودلوقتي شايفين بعد ما قطعتها، شايفين البساطه، اللي هو بتقطعيها وترصيها في الصينيه بتاعتك بالشكل ده، من غير ما ندهن الصينيه ولا اي حاجه. بنجهز كوبايه سمنه بنسيحها بالشكل ده تمام كده. ادي كوبايه السمنه معايا اهي، وابدا ان انا ادلق عليها كده من فوق، نوزعها عليها كويس قوي على كل الصينيه بتاعتنا اهو. شايفين اللي هي بحيث ان هي تتشرب معايا السمنه كويس قوي الصينيه كلها اهو بالشكل ده، مفيش ابسط من كده. ودلوقتي شايفين انا دلقت كل السمنه اللي كانت معايا، يعني كوبايه السمنه بعد ما سيحناها اللي هو وزعناها على الصينيه كلها، شايفين بتبدا تتشرب معايا، ولا بنورق ولا بنعمل اي حاجه، اللي هو بنسيبها شويه كده، وبنبدا نسخن الفرن بتاعتنا، ندخل صينيه الجلاش بتاعتنا على فرن سخن، هتشغلي من فوق وتحت، تقفي جنبها يا دوبك تاخد وش معاكي، وهنقفل عليها. الشربات بتاعنا لو احنا عايزين صينيه الجلاش بتاعتنا تكون طريه، هتعملي الشربات ويكون سخن، يعني صينيه الجلاش تكون سخنه والشربات يكون سخن. طب لو انا عايزاها تكون مقرمشه، هتعملي الشربات او السيرم بتاعتك قبل ما تبداي تعملي الجلاش، على بال ما تعملي الجلاش بتاعك هتكون هي بردت معانا، وتحطي السيرم او الشربات بتاعك اول ما تطلع معاكي ويكون بارد. لو عايزاها كمان تبقى طريه قوي، ممكن وهو الشربات سخن وهي سخنه كمان تغطيها، بيطلع معايا الجلاش طري قوي، يلا بينا. ودلوقتي شايفين بعد ما خرجتها من الفرن اللي هي بالشكل ده معايا، عايزين طبعا تزودوا عليها سوا ممكن تزودوها، بس هي كده بصوا المظبوط بتاعها حلوه قوي. نكون بقى مجهزين الشربات بتاعها ويلا بينا نكفيها. وادي الشربات بتاعها بنكون مجهزينه قبل ما نبدا، ونبدا نوزعه بالشكل ده. دول عباره عن كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم عصره ليمونه، اول ما يدخل في الغليان بتسيبيهم على النار وتدوبيهم تمام كده 10 دقائق، وبتقفلي عليه، بيكون اللي هو الشربات معايا بالشكل ده. ولو ما عندكيش ليمون وعندك ملح الليمون، ممكن تحطي على طرف المعلقه سنه من ملح الليمون، برده بتعمل حاجه حلوه قوي للسيرم بتاعنا بالشكل ده. شايفين اللي هو بسيط قوي، والموضوع بصوا صينيه في منتهى اللذاذه والبساطه. ودلوقتي صينيه الجلاش بتاعتي جهزت معايا، وهي خلاص كده جاهزه على اننا نسيبها تتشرب شويه، وهتبرد معانا وهتشرب الشربات بتاعنا، وبالف هنا. يا رب كل الوصفه عجبتكم، واشوفكم على خير فيديو جديد. وما تنسوش ان انتوا تفرحوا من قلبكم وتنبسطوا من قلبكم، واقل الاكلات والحاجات البسيطه دي بتفرحنا وتفرح اولادنا. يا رب يسعدنا جميعا، واشوفكم على خير فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.